دقيقة دقيقة، عم تبرموا على كيك شوكولا غرقان بالشوكولا؟ وصلتوا. من دون ما أحكي كتير مبين عليكم القطعة كيف مغنجة ومدللة ومنهنها، كلياتها صوص غرقانة فيها واسفنجية بنفس الوقت، ومبين قديه نكهة الشوكولا ظاهرة فيها. إذا بتضل هيدي الكيكة أكتر من ساعة واحدة عندكم بالبيت رجعوا راجعوني، في كفالة عليها. والأحلى من هيدا كلياته إنه بتنعمل كلها بالخلاط، كتير سهلة ولذيذة. بالخلاط منحط 3 بيض بحرارة الغرفة، كوب ونص من السكر، ملعقة كبيرة ممسوحة سكر فانيليا، وكوب من الحليب السائل بحرارة الغرفة. وآخر شي منحط كوب من الزيت ومنخفقن لحتى يتجانسوا بالكامل. منحط عليهم نص كوب كاكاو بودرة منخول، كوب ونص من الطحين المنخول، منحط عليهم ملعقة كبيرة بيكنج باودر ونصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم، نخلطهم مع بعضهم منيح. منحطهم بالخلاط على دفعتين مش دفعة واحدة، ومنخلط لحتى نحصل على هيدا القوام. بعد ما نضيف الطحين ما منخلط كتير، مجرد ما نحصل على قوام كريمي وسلس تمام. هلأ منحضر الصينية الفرن مدهونة بالزبدة مرشوش عليها طحين، ومنزيل أي طحين زايد، ومنوزع خليط الكيك بالتساوي. نخبط كم خبطة خفيفة وعلى فرن محمى درجة حرارة 180 بالرف الوسط، النار من الأسفل لمدة 30 دقيقة. ممكن ياخد أقل شوي أو أكتر شوي حسب الفرن عندكن، وبس تجهز منطلعها ومنتركها لتبرد. بهالوقت منحضر الصوص، منحط 3 أكواب حليب سائل وملعقتين كبار من النشا، ومنخلطن مع بعضن على البارد. منحط 3/4 كوب من السكر و3/4 كوب كاكاو بودرة، ملعقة صغيرة سكر فانيليا، ورش صغيرة من الملح، وبدنا نحطهم على النار، وبدنا نضلنا نحرك على نار متوسطة لحتى يصير القوام كريمي وسلس ومتسبك على بعضه. هيك صارت جاهزة، منتركها شوي لحتى تدفى بشكل خفيف، ومنصير منسقي الكيك فيها. وقبل ما نسقي الكيك بنعمل ثقوب فيه بالكوردون بهيدا الشكل حتى تنزل الصوص كلياتها جوا الكيك ويتشربها بالكامل. بنصحكن تتركوها ساعة لحتى تتشرب الصوص وتطلع رطبة وطرية. حزين بشوية فيرميسال، فيكن تتركوها بلا زينة، وفيكن تزينوا باللي بدكن اياه. بس اللي فيني أكد لكم إياه إنه هيدا الكيك ما حيقعد أكتر من ساعة عندكم بالبيت، دغري حيطير، لأنه عن جد كتير طيب وناجح، مسقى بالصوص وأخد نكهة رائعة. جربوها وإن شاء الله حتعتمدوها دايما. وصفة رائعة، مسقاية كلياتها شربان الصوص، منتفخة وسفنجية بنفس الوقت، والأحلى من هيك إنه بالخلاط من دون تعب. وهيك منكون خلصنا وصفتنا. صحتين وهنا.